السلام عليكم، كنرحب بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية بالدارجة المغربية. لازلنا مستمرين في الدرس ديال بيرفكت. شفنا الجزء الأول، الجزء الثاني كيفاش كنركبوا الماضي القريب. قلنا بأنه كيتكون من فعل مساعد هابن ولا زاين والبارتيسيب تفاي ديال الفعل اللي كنصرفوه في الماضي القريب. شفنا بعض القواعد، كنتمنى تكونوا تمكنتوا منها. اليوم غنستمروا في الجزء الثالث والاخير ديال هذا الدرس هذا، الا انه طويل شويه ولكن معليش غادي نشوفوا حتى لاش نوصلوا اليوم. فعلى بركه الله نستمروا في الدرس ديال بيرفكت. البيرفكت mit haben und sein. اذا die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben. Einige Verben bilden das Perfekt aber mit sein. يعني الجمله كتقول بان غالبية الأفعال في الماضي القريب كان نستعملوا فيهم الفعل المساعد haben، ولكن كاين أفعال أخرى einige Verben اللي كيستلزموا الفعل المساعد sein. Und es gibt nicht wenige Verben, also ماشي غير أفعال قليلة die das Perfekt sowohl mit haben als auch mit sein bilden. يعني sowohl كتعني بالفعل المساعد haben وبالفعل المساعد sein. هذا هو المعنى ديال الجملة هذه. Ihr könnt es aber nicht machen wie ihr wollt، ولكن ميمكن لكمش تستعملوا الفعل المساعد haben و sein وقت ما بغيتوا. لا، كاين واحد الضوابط اللي خاصنا ننتبهوا ليها باش نعرفوا امتى نستعملوا haben وامتى نستعملوا sein. denn es gibt fast immer Bedeutungsunterschiede. وهاد الضوابط هادو هما اللي كيغيروا المعنى ولا المجرى ديال الفعل. اذا ميمكنليش نستعمل haben وكنقصد واحد المعنى اخر، ونستعمل زين وكنقصد معنى اخر. خاصني نشوف المعنى اللي باغي نعبر عليه، وبهذاك المعنى اللي كنقصد غادي نستعمل haben ولا غادي نستعمل زين. اذا bei der Entscheidung يعني في القرار ديالي انا ob das Perfekt in diesem Fall mit haben oder sein gebildet wird, helfen euch folgende Regeln. القرار اللي كنتاخذوا واش نستعمل في الماضي القريب الفعل المساعد haben ولا زين، هناك بعض القواعد اللي غادي تساعدنا باش نعرفوا اشنا هو القرار الصحيح اللي غادي نتاخذوه ملي نكونوا كنفكروا اش من فعل مساعد غادي نختاروا. مثلا فوت بيفيغون كتعني حركه من مكان الى مكان. في هذه الحاله هذه ضروري نستعمل فعل زين. ممكن لياش نكون باغي نعبر على حركه ونستعمل فعل هابن، ما كتجيش، هذاك المستمع ما كيفهمش بانك كتقصد حركه. الا كتقصد الحركه ضروري تستعمل فعل زين. اكتيفيتيت اون بيفيغون، اكتيفيتيت يعني واحد النشاط كتقوم به ولكن بدون حركه. الا كتقوم بواحد النشاط وما كديرش واحد الحركه، يعني كتنتقل من مكان A الى مكان B، ولا من واحد المدينه ألف الى مدينه باء. الا ما كتقومش بهذه الحركه هذه يمكن لك تستعمل haben، يمكن لك تستعمل sein. إلا عندك intransitive verben يعني الأفعال اللي ما كتستلزمش واحد المفعول به، كاين أفعال ما كيستلزموش مفعول به، هنا غالبا غادي تستعمل فعل sein. أما إلا غادي تستعمل transitive verben يعني الأفعال اللي كتستلزم مفعول به، فضروري خاصك تستعمل الفعل المساعد haben. ولا إلا كان عندك واحد ريفلكسيف فيرب، إلا عندك ريفلكسيف فيرب فكتستعمل ضروري haben، ما كتستعملش زين. هنا القاعدة كتقول ein reflexives Verb drückt die Tätigkeit eines Subjektes Sprechers aus، يعني كتعبر على واحد العمل ديال المتحدث die sich auf es in selbst bezieht، اللي كتعود عليه هو نفسه. يعني هذاك المتحدث ملي كيقول واحد الجمله فيها واحد الفعل، وهذاك الفعل اللي هو ريفلكسيف فكيعبر ولا كتعود عليه هذاك الفعل والجمله عليه نفسه هو. Reflexivität ist ein Sonderfall der Handlungsrichtung eines Verbs، يعني واحد الخلاص حاله خاصه ديال واحد العمل اللي كتقوم به وكتستعمل في هذاك الفعل هذا. عندنا أمثلة، مثلا زيش فروين، بحال إلا قلتي لشي حد إيش فرويميش يعني أنا سعيد.
التصريف ديال فعل فروين كتقول إيش فرويه دو فرويست، ولكن هذاك ريفلكسيف زيش حتى هي خاصك تذكرها في هذا الفعل هذا. يمكنلكش تقول إيش فرويه وتوقف، لا، إيش فرويه مش هي أنا، ولا دو فرويست ديش هي أنت، يعني أنت سعيد ولا فرحان، ولا هو فرحان فرويد زيش، ولا هي زي فرويد زيش. ولا عندنا شي طفل صغير مثلا هديتي لي واحد اللعبه وفرح بها، تقول فرويد زيش، يعني هذاك الطفل فرحان بهذيك اللعبه اللي عطيتيه. ولا الا كنتو جماعه تقولوا في فروين اونس، يعني شي فريق ديال الكره انتصروا وكيقولوا حنا فرحانين في فروين اونس. ولا انتنا فرويد اويش هي انتم. ولا عندنا واحد الجماعه غايبه كنقولوا زي فروين زيش. هذا هو التصريف ديال ريفلكسيف فيرب. غادي نطرقوا لها في الدروس القادمه، غادي نشوفوا امثله في تصريف هذه الافعال هذه. عندنا مثلا زيش كمان كتقول ايش كمرميش، انا غادي نهتم بشي حاله ولا شي موضوع. ولا زيش بايلن، يعني انت كتسرع باش توصل لواحد المكان كتقول ايش بايلميش، انا كنسرع. انزوفاتا يعني الى اخره. اذا نعقلوا على هاد القواعد ولا هاد الشروط اللي يمكن لها تساعدنا باش نتعرفوا اش من فعل مساعد نستعملو، يا اما زين يا اما هم. قلنا فورت بيفيغونغ حركه، اكتيفيتيت اون فورت بيفيغونغ يمكن تستعمل بجوج. انترانزيتيف يعني فعل كيستلزم اكوزاتيف وياك، ولا ترانزيتيف كيستلزم فعل مفعول به. انترانزيتيف ما كيستلزمش مفعول به اون اكوزاتيف اوبجيكت، الى عندي ترانزيتيف فهو كيستلزم مفعول به. اذا ميت اكوزاتيف اوبجيكت وريفلكسيف فيربن قلنا دائما كيتصرفوا بالفعل المساعد هابن. نعقلوا على القواعد. اذا نشوفوا هنا امثله، عندنا بزاف ديال الامثله. فيربن دي اين فوت بيفيغونغ اوسدروكن، عندنا امثله ديال الافعال اللي كنعبر فيها على واحد الحركه. فوت بيفيغونغ هي حركه. اذا Verben die eine Fortbewegung ausdrücken، أفعال اللي كتعبر على واحد الحركة. غنشوفوهم. Verben die eine Fortbewegung, eine Bewegung in eine Richtung oder auf ein Ziel hin ausdrücken bilden das Perfekt mit sein. شنو كتعني هذه الجملة هذه؟ كتعني بأن الأفعال اللي كيعبروا على واحد الحركة في واحد الاتجاه معين، يعني كتنطلق من نقطة ألف باش توصل لنقطة باء، إذا كتقوم بواحد الحركة، واحد التنقل، ولا واحد الحركة اللي كتعبر عليها على واحد الاتجاه. مثلا كتسافر من مدينة لمدينة أخرى، إذا هناك في هذا المثال هذا كتغير الاتجاه، ولا كتسلك واحد الاتجاه معين، ولا الهدف. ودا أوف أين تسيل هو الهدف. ملي كتعبر عليه ضروري هذاك الفعل كتستعمل فيه الفعل المساعد sein. Stehen diese Verben aber mit einem Akkusativ، إلا كانوا هاد الأفعال عندهم واحد المفعول به، so bilden sie das Perfekt mit haben. ملي كتشوف مفعول به أكوزاتيف ضروري تستعملها، ميمكنلكش تستعمل sein. Wenn diese Verben keine Fortbewegung، إلا ما كيعبروش على واحد الحركة واحد الاتجاه معين، sondern eher die Aktivität غير على واحد النشاط ausdrücken und nicht mit einem Akkusativ stehen، وما عندهمش واحد المفعول به stehen oder können، so können wir das Perfekt meistens mit sein und haben bilden. في هذه الحالة يمكن لك تستعمل فعل مساعد haben ولا sein. إذا أول مثال فارن قلنا هو الفعل اللي كيعبر على واحد الحركة بواحد وسيلة ديال التنقل. قلنا يا إما فارن بالسيارة، يا إما فارن بالحافلة أو بالشاحنة أو لا بالدراجة النارية ولا بالدراجة هوائية كيف ما كان الحال. كنقول wir sind mit dem Auto zur Arbeit gefahren. هذه الجملة كتعني حنا مشينا للعمل بالسيارة. إذا عندي intransitive verb اللي كيعبر على واحد الفورت بيفيغونغ، لذلك استعملت فعل زين. هنا في التصريف ديال الجماعة المتحدثة قلنا wir sind، حنا مشينا wir sind mit dem Auto zur Arbeit gefahren. إلى عندي واحد الحالة اللي ما فيهاش واحد الحركة وما فيهاش تنقل في واحد الاتجاه، يمكن لي نقول
Ich habe das Auto in die Garage gefahren. يعني دخلتي السيارة للكراج. إذا ما مشيتيش من واحد النقطة ألف لنقطة باء، ولا من مدينة لمدينة، ولا من بلاصة ديال السكن للعمل ديالك كما شفنا في المثال الأول، إنما غير دخلتي الطوموبيل للكراج، فميمكنلكش تستعمل زين. هنا في هاد الحالة كتستعمل هم، كتقول Ich habe das Auto in die Garage gefahren، يعني دخلت الطوموبيل للكراج. نشوفوا الفعل الثاني اللي هو فليغن. فليغن قلنا هي كيطير بالطائرة، يعني الناس اللي كيسافروا بالطائرة ضروري يستعملوا فعل فليغن. مثلا wir sind nach Wien geflogen. Wien هي العاصمة ديال النمسا اللي هي فيينا. wir sind nach Wien geflogen يعني مشينا بالطائرة لمدينة فين. wir sind schon oft geflogen، ولا كتقول حنا كنسافروا غالبا بالطائرة، كتقول ولا مرات عديدة. oft كتعني مرات عديدة، إذا مشينا بالطائرة مرات عديدة. كما كتشوفوا في هاد الجوج حالات عندنا intransitive يعني ما كيستلزمش مفعول به، وعندنا واحد الحركة من مكان إلى مكان، فاستعملنا فعل sein. المثال الثاني wer hat das Flugzeug geflogen، ما كتدويش على واحد الاتجاه واحد الحركة، غير كتسول شكون اللي صاق الطائرة، كتقول wer. wer هو من، وهاد wer هنا في الحالة الاسمية، ياك ملي كنقول wer هاد السؤال في الحالة الاسمية كتقول wer hat das Flugzeug geflogen، شكون اللي صاق الطيارة، واش هو ربان الطيارة ولا شخص آخر. نكمل الجملة wer hat das Flugzeug geflogen كوما يعني الفاصلة der Pilot oder der Co-Pilot، يعني واش ربان الطائرة ولا المساعد ديالو اللي صاق الطائرة. هنا عندنا ترانزيتيف، عندنا مفعول به اللي هو das Flugzeug اللي وقع عليه فعل ديال القيادة geflogen. المثال الثاني ولا المثال الثالث هنا عندنا فعل غايتن. غايتن هي ركوب الخيل. früher يعني في الزمان الماضي ist jeden Tag geritten، بحال اللي كتقول شي حد شحال هادي كان ديما كيركب على الخيل، ياك شحال هادي früher ist jeden Tag geritten. وملي كيركب الخيل إذا ضروري كيتحرك به، ماشي عاد يركب وينزل، لا كيركب الخيل كيمشي كيجري بالخيل اللي ركب عليه، يعني هذاك العود ولا الفرس اللي ركب عليه كيمشي كيجري بيه واحد المسافة وكيرجع. إذا عندنا فوت بيفيغون يعني حركة واتجاه من مكان إلى مكان، لذلك استعملنا فعل sein. früher ist jeden Tag geritten. عندنا intransitive verb اللي ما كيستلزمش مفعول به، لذلك استعملنا فعل sein اللي هو الفعل المساعد. نشوفوا المثال الثاني اللي نستعملوا فيه الفعل رايتن ولكن مفعول به. war ein bisschen nervös يعني كان واحد شوية مرتبك وبحال اللي قلتي يعني مضطرب. then dieses neue Pferd hatte noch nie geritten. إذا هذاك الشخص اللي شحال هادي مركب على ركوب الخيل، قلنا شحال اللي كان كيركب يوميا على الخيل، ملي جابوا لي واحد الحصان جديد ما عمرو ركب عليه فكان خايف لا يطيحو، إذا كان شوية نيرفوز يعني مضطرب. then لأنه dieses neue Pferd هاد الحصان الجديد hatte noch nie ما عمرو ركب عليه، hatte noch nie geritten يعني في هذا السياق ما عمرو ركب عليه ومشى به شي مسافة، لذلك كان مرتبك. إذا هنا عندنا مفعول به فاستعملنا فعل haben. إذا هنا الفعل غايتن هو ترانزيتيف لأن عنده مفعول به. نشوفوا الفعل الموالي رودان. رودان هي التجديف. التجديف هذيك الحركة اللي كتقوم بها ملي كتركب على الفلوكة وكيكون عندك واحد جوج ديال المجاديف وكتجدف بهم باش الفلوكة تحرك. إذا ملي كنتحرك بالفلوكة إذا كنقوم بواحد الحركة في واحد الاتجاه، ضروري في هذا المثال نستعمل فعل sein. كنقول wir sind über den See gerudert يعني قطعنا الواد بالفلوكة gerudert. إلى نستعمل الفعل ترانزيتيف عندي مفعول به نقول hat die Vorräte auf die Insel gerudert. المفعول به هنا هما Vorräte يعني نقل هادوك الفوريتي، كتعني مثلا المونة
المونة تقدر تكون دقيق، تقدر تكون سكر، زيت، تقدر تكون مشروبات، فواكه، خضر. يعني هو مشى تقضى، جاب المونة ودارها في الباطو في هذاك الفلوكة وقطع بها الواد باش يوصل هذاك المونة لبلاصة أخرى. إذن هنا عندي مفعول به اللي هي فوريته، فما كنستعمل زين، كنستعمل هنا هابن. هاد دي فوريته أوف دي إنزل جرودات، يعني داها واحد الجزيرة. إنزل هي الجزيرة. Beim Laufen hat mit dem Armen gerudert، يعني شي واحد كيجري وفي هذيك الحركة ديال الجري كيبقى يدور يديه بحال اللي شاد العواد ديال الفلوكة وكيضرب بهم، كيجدف بهم. إذن الأرمن هما اليدين. Beim Laufen يعني ملي كان كيجري فعط ما يقوم بواحد الحركة ديال الجري كان كيدور يديه بحال اللي كيجدف. دي أرم kreisförmig bewegen. kreisförmig يعني حركة دائرية. Bedeutung هو المعنى ديال الجملة أنه يديه كيقوم بواحد الحركة دائرية وكيحركهم حركة دائرية بحال اللي كيجدف. هذا هو المعنى ديال الجملة. هنا عاوتاني عندي مفعول به فاستعملت فعل haben. نشوفوا المثال الآخر، فعل schwimmen. schwimmen قلنا هي كيسبح. Wir sind durch den Fluss geschwommen. الفلوس هو الواد. إذن قطعنا الواد سباحة. شي واحد كيقطع الواد سباحة. لذلك حنا قلنا wir sind durch den Fluss geschwommen. استعملنا فعل زين، علاش؟ حيت قبلنا واحد الحركة، انتقلنا من واحد الضفة ديال النهر لضفة أخرى ديال النهر. إذن من مكان ألف إلى مكان باء. في المثال التالي عندي واحد الحركة ولكن بدون هدف، يعني ما غير كنتحرك وصافي، ما عنديش واحد الهدف معين. إذن في هذه الجملة غنقول wir sind wir haben eine halbe Stunde geschwommen. شي واحد دخل كيعوم ولكن ما قطعش الواد، بقى غير كيدور في بلاصتو، كيعوم وكيدور في بلاصتو. إذن كيعوم بدون هدف. إلا كان عوم اون تسيل بدون هدف فهي اكتيفيتات، هي حركة، ولكن ما عنديش الهدف. لذلك يمكن لي في هذه الحالة نستعمل فعل هابن. يمكن لي نقول wir sind eine halbe Stunde geschwommen، عمنا واحد نص ساعة، ولا يمكن لي نقول wir haben eine halbe Stunde geschwommen. sind und haben هنا عندهم نفس المعنى، بحال اللي عمنا واحد نص ساعة. إذن إلا استعملت haben فماشي خطأ. فعل الموالي زيجل. زيجل هو الإبحار بالشراع، يعني هذوك الفلوكات ولا البواخر اللي عندهم الشراع ملي كنركب عليهم فما كنقولش رودان، كنقول زيجل يعني عنده شراع. نتابعوا هذه المسألة هذه في اللغة الألمانية، كيفرقوا ما بين الفلوكة اللي ما عندهاش شراع وكتستعمل المجاديف، وكيفرقوا ما بين الفلوكة اللي عندها الشراع فكيقولوا زيجل. Wir sind zum Hafen gesegelt. الهافن هو الميناء، يعني أبحرنا إلى الميناء. طبيعة الحال بالأشرعة. هنا عندي فوت بفيغو، عندي حركة، كنت واحد المكان مثلا في شي ضفة أخرى ومشيت للميناء بهذيك الفلوكة اللي عندها الشراع. إذن كان عندي هدف وتحركت فاستعملت هنا فعل زين. في المثال الثاني wir haben stundenlang gesegelt، ولكن بدون هدف، ohne Ziel، غير ركبنا في الفلوكة ديال الشراع وبقينا كندورو في البحر، ندورو stundenlang. هنا ما قال شحال ولكن stundenlang، تقدر تكون ساعات، تقدر تكون ساعتين، ولكن بدون هدف. لذلك يمكن لي نستعمل فعل haben. يمكن لي نقول wir haben stundenlang gesegelt. الفعل الآخر springen كتعني قفز يقفز. sie ist über das Hindernis gesprungen. Hindernis يعني واحد الحاجز نقزاتو، بحال هذوك اللي كيديروا يعني المسافات الجري موانع، مثلا كيقولوا 800 متر موانع ولا 100 على حسب المسافة. هذوك الموانع اللي كيحطوهم باش هذاك المتسابق ينقزهم سميتهم هندرنيس. هذيك الهندرنيس نقزها. إذن زي إست هنا كنتكلموا على بنت غائبة ولا أنثى غائبة، لذلك قلنا زي، وهاد إس كبيرة كبرنا إس فقط لأنها ذكرت في أول جملة. أي كلمة كتذكر في أول جملة كنكتبوها كبيرة، سواء كان اسم يعني ديال المفرد غائب،
ولا كان نعت، حتى النعت يتكتب كبير في أول جملة. فزي إيست über das Hindernis، فهاد زي هادي ماشي هي الزي اللي كنعرفو ديال الاحترام، باش عرفناها ماشي ديال الاحترام لأن الفعل مصرف في المفرد الغائب. لو كان الفعل مصرف في الجماعة بحال قلنا زي زنت، إذن هنا كتكون زي كتعني زي ديال الاحترام. فهنا كنفرقوا بالفعل هو اللي كيورينا واش زي ديال الاحترام ولا زي ديال المفرد الغائب. إذن زي إس über das Hindernis gesprungen يعني نقزات، هي نقزات هذاك الحاجز. إذن عندي حركة بفيغون. في المثال الموالي ist dreimal gesprungen، ولا يمكن لي نقول hat dreimal gesprungen. هنا عندي غير حركة ولكن بدون هدف. المعنى ديال الجملة einen Sprung ausführen يعني قام واحد القفز، فيمكن لي نستعمل haben. ولا المثال الموالي hat einen neuen Rekord gesprungen يعني قام واحد القفز، يعني حطم رقم قياسي في القفز. مثلا رقم قياسي نقولوا حنا هو 7 متر، فهاد المتسابق قفز مثلا 8 متر، إذن الرقم القياسي تخطاه ولا 8 متر هو الرقم القياسي الجديد. إذن هنا عندي أيضا حركة ولكن بدون هدف، يعني راهو قفز تحرك ولكن بدون هدف. فممكن نستعمل في هذه الحالة هابن، ماشي في القفزة الأولى زي إس über das Hindernis يعني قفزات على الحاجز، هنا استعملت زاين. في المثال الثاني غير كيقفز بدون هدف، يعني يمكن لك تقول هات دراما gesprungen، والثاني قفز رقم قياسي جديد، فهنا ما كاينش عاوتاني واحد الهدف، إنما غير قفز وجاب رقم قياسي، فهو يمكن لي نستعمل في هذه الحالة hat einen neuen Rekord gesprungen. نشوفوا الفعل الموالي سيرفن. سيرفن قلنا هو ركوب الأمواج، وكتعني أيضا إلا كندوي على الشبكة العنكبوتية يعني الإنترنت، فالسيرفن هو أنك كتصفح الشبكة العنكبوتية، فكنستعمل هذا الفعل سيرفن. Der Surfer ist zurück zum Strand gesurft. سيرفا هو راكب الأمواج، عاد إلى الشاطئ، شتراند هو الشاطئ، zurück gesurft يعني كان كيركب الأمواج ومن اللي سالة رجع للشاطئ، إذن استعملت فعل زاين، فهو قام بواحد الحركة ديال ركوب الأمواج. إذن نشوف هنا واحد المثال الثاني اللي هو gestern sind wir den ganzen Tag gesurft يعني gestern هي البارحة، أمس. البارحة sind wir den ganzen Tag gesurft يعني بقينا كان نتصفحوا مثلا الإنترنت النهار كله. إلا كندوي على الإنترنت، إلا كندوي على ركوب الأمواج، فيمكن لي نقول البارح بقينا كنركبوا الأمواج نهار كامل يعني بدون هدف أونوتيل، فممكن نستعملوه فعل haben. المثال الأخير ich habe die ganze Nacht im Internet gesurft، هنا ذكرنا الإنترنت، فإذا بقيت كنتصفح يعني صفحات الإنترنت الليل كله. die ganze Nacht، die ganze Nacht كتعني الليل بأكمله. نشوفوا الفعل الموالي tanzen هو الرقص. wir sind durch das Zimmer getanzt يعني بقينا كنرقصوا وحنا كنقطعوا يعني هذاك الغرفة اللي كنا فيها قطعناها وحنا كنقوموا بحركة الرقص، إذن قمنا بواحد فورت بيفيغونك. المثال الموالي wir haben viel getanzt، تتقول غير مثلا رقصنا بزاف ولا شطحنا بزاف. wir haben Tango getanzt، شي جماعة قامت بالرقص ديال التانغو، فكيقولوا wir haben Tango getanzt. هنا عندي transitive verb، لذلك استعملت فعل haben. نشوفوا آخر مثال اللي هو طوخن. طوخن هو الغطس، شي واحد كيقوم برياضة الغطس تحت الماء، فكنسميوه طوخن. هاد الصيغة كتقرأ خا، نقلوا عليها طوخن.
Wir sind bis zum Meeresboden getaucht. Meeresboden هو قاع البحر. مير هو البحر وميرسبودن هو قاع البحر. إذن قمنا بالغطس حتى وصلنا لقاع البحر، يعني لمسنا قاع البحر بيدينا. Wir sind bis zum Meeresboden getaucht. في هذا المثال كنقوم بواحد الفوت بيفيغون، قمت بواحد الحركة اللي هي حركة الغطس، فغطست تحت الماء وقصت سطح ولا قعر البحر بيديا. هنا استعملت فعل زين. شوفوا المثال الثاني تا هو فيه فوت بيفيغون، واحد الحركة. Sie ist 23 Meter tief getaucht. يعني هي غطسات مسافة 23 متر تيف، يعني في العمق ديال البحر. غطسات 23 متر ديال العمق. إذن sie ist 23 Meter tief getaucht. هنا أيضا عندي واحد الحركة فوت بيفيغون، لذلك استعملت فعل زين. أما المثال الموالي wir haben gestern wieder getaucht. gestern يعني البارحة، wir haben wieder يعني مرة أخرى. بحال شي واحد كتقول ليه والبارح مشينا عاوتاني وغطسنا في الماء. البارح مشينا وغطسنا في الماء يعني فيدر مرة أخرى. إذن هنا درتي واحد النشاط اكتيفيتيت، ولكن ما كانش عندك، ما ذكرتيش واحد الحركة ولا واحد الهدف، لذلك يمكن نستعملو فعل haben. نشوفوا المثال الأخير ديال الفعل هذا. hat über 2 Minuten getaucht. بطبيعة الحال في هذا المثال اللي سبق wir haben gestern wieder getaucht يمكن لي نستعمل فيه حتى زين. يمكن لي نقول wir sind gestern wieder getaucht. سواء قلت haben ولا قلت زين فالمعنى ما كيتبدلش. علاش؟ لأني قمت بواحد النشاط ولكن ما كانش عندي واحد الهدف فورت بيفيغون، لذلك يمكن لي نستعمل haben. ملي كيكون عندي هدف ديك الساعات ما كنذكرش haben، كنذكر غير في الفعل المساعد زين. نبقاو في المثال الأخير. hat über 2 Minuten getaucht. يعني غطس لمدة أكثر من ديال 2 دقائق. مينوتن هما الدقائق، 2 مينوتن هي 2 ديال الدقائق. hat ist über 2 Minuten getaucht. إذن ist über 2 Minuten getaucht. Aktivität Dauer. ياك عندي قمت واحد النشاط وعندي واحد المدة، لذلك يمكن لي نستعمل فعل haben وزين في نفس الوقت. إذن نكتفي اليوم بهذا القدر. الدرس باقي طويل، ففي الدرس القادم غنستمروا في هذا الجزء الثالث باش نشوفوا حالات أخرى ديال التصريف في الماضي القريب. نتمنى تراجعوا هذا الدرس هذا وتكونوا استفدتوا منه باش تكونوا مهيئين للاستمرار في القواعد القادمة وفي الأمثلة اللي وجدتها لكم. فكنشكركم على المتابعة وانتظرونا في الدرس القادم باش نستمروا ونختموا هذا الدرس ديال البيرفكت، لأنه درس مهم كما قلت لكم. ولا المستمع ولا المتحدث اللي كدوي معاه الى شافك كتقن وكتعرف امتى تستعمل زين وهابن فكيعرف بانك متمكن من اللغه الالمانيه. الى صرفتي دويتي معاه وقمتي بتصريف الماضي القريب بواحد فعل مساعد خطا، فالمستمع كيعرفك باقي ما تمكنش من اللغه. فانتبهوا لهذه المساله هذه وحاولوا تفهموا وتعرفوا امتى تستعملوا فعل مساعد زين وامتى تستعملوا فعل مساعد هابن. كنشكركم، انتظرونا في الدرس القادم باش نستمروا في هذا الدرس هذا ونختموه. كنشكركم، سلامة.